ما هو البوهو ستايل أو الطراز البوهيمي؟ الطراز البوهيمي شرطة أو ما يعرف بالبوهو ستايل شرطة هو أسلوب ديكور انتقائي حر من المواد والأقمشة والألوان والأساليب، ليس له قيود محددة. يقوم هذا الطراز على حرية الفرد التامة في اختيار عناصر تزيين لمنازل، ويمتاز باللمسات الجريئة والحيوية المفعمة بالألوان. يناسب هذا الستايل الأشخاص الكارهين للروتين ومحبي التنوع في الديكور. يرتكز هذا الستايل على تراكم أساليب الديكور المستخدمة وتراكم المواد المصنوعة من الخشب الطبيعي والمعادن والجلد وأي مواد أخرى مستوحاة من الطبيعة. كما ويرتكز هذا الستايل على استخدام الكثير من عناصر الزينة التي تتسم بالألوان المتعددة والخامات الغير مترابطة. لعل أول ما يخطر على بالك عند مشاهدة أماكن تعتمد الستايل البوهيمي يا للراحة. يستطيع هذا الستايل بسهولة أن يخلق فيك إحساسا بالراحة. لا بد أنك لاحظت مؤخرا كثيرا من الأماكن التي تعتمد هذا الأسلوب، ولعلك أيضا تساءلت عن كيفية تطبيقه في منزلك أو أي مساحة أخرى تمتلكها. حسنا، دعنا نساعدك عزيزي على امتلاك هذا الطراز في منزلك. 1. مقاعد أرضية أو منخفضة المستوى. يتمحور البوهو ستايل حول الاستلقاء، الاسترخاء والشعور بالراحة خصوصا داخل منزلك. الوسادات الأرضية والكراسي منخفضة المستوى والكنب الأرضي جميعها خيارات ممتازة لهذا الستايل. 2. النباتات، الكثير منها. ستايل بوهيمي بدون الكثير من النباتات، ليس ذلك خيارا واردا. تمتاز النباتات بقدرتها الكبيرة على إعطاء الإحساس بالراحة والاسترخاء. هل ترغب في قراءة المزيد حول استخدام النباتات بشكل مثالي داخل منزلك؟ أكثر النباتات استخداما هنا هي نباتات الصبار. لا نقول بالطبع أنها النوع الوحيد، استخدم الأنواع التي تريدها وبالقدر الذي تراه مناسبا. إن القرار قرارك، لا أحد هنا يملي عليك ما تفعل. أشعر بالراحة وانطلق. 3. لا ننصح بالكثير من اللون الأسود. لا يفضل استخدام قطع كبيرة ذات ألوان سوداء أو قاتمة بالعموم. دعك من الجانب الآمن وانطلق بكامل حريتك نحو الألوان الفاتحة خصوصا في الخشب. لا تستخدم خشبا ذا لون قاتم إن كانت تفضل هذا الخيار. لن نجبرك بالطبع، قم باستخدامه لكن لا تكثر منه. في العادة تمنح الألوان الفاتحة إحساسا بالراحة والحرية. غالبا ما يكون لون الدهان في البوهو ستايل لونا حياديا مثل الأبيض أو الرمادي أو البيج، وكذلك بالنسبة لألوان قطع الديكور الأساسية. أليس السبب واضحا؟ حتى يعطيك ذلك مساحة أكبر من اختيارات الألوان في الديكور المستخدم والقطع الفنية، وكذلك فإن الألوان الحيادية تعطي طابع الدفء للمكان محققة بذلك السمة الأساسية لهذا الستايل. يمتاز هذا الستايل بألوانه الفاتحة وإضاءتها لمناسبتنا المريحة. وعلى ذكر موضوع الإضاءة. 4. استخدم مزيجا جيدا من مصادر الإضاءة المختلفة، لا تتردد، واستخدم مزيجا من الشموع وسلاسل الأضواء والفوانيس والثريات. ويفضل أن يحتوي المكان الذي يعتمد البوهو ستايل على الكثير من الإضاءة الطبيعية شرطة مزيج من الإضاءة للطبيعية والنباتة واستمتع بالراحة. 5. استخدم عدد كبير من السجاد والبسط. تضيف هذه الحركة الكثير من القماش والطبقات إلى منزلك. تستطيع وضع البسط على الأرض وعلى الكنب وعلى الأسر. كل مكان هنا هو مكان مناسب لوضع البسط عليه. 6. رائحة منزلك، لا تقلل من أهمية الرائحة المميزة لمنزلك. لا نستطيع توصيتك برائحة معينة لاستخدامها. كون استخدام الروائح هو أمر خاص تماما ويختلف حسب شخصية الشخص وما يراه مناسبا. تستطيع استخدام الشموع المعطرة، البخور، الزيوت، العطور أو جميعها. يوجد مجموعة واسعة من الروائح التي تستطيع استخدامها.